السورية المجيدة المعطاءة البطلة. وبعد أيام قليلة إن شاء الله سنحتفل باحتفالين. الاحتفال الأول هو العيد العاشر للثورة السورية، عقد من الزمن مر على هذه التضحية وعلى الجريمة المستمرة من نظام بشار الأسد على الشعب السوري. والاحتفال الثاني إن شاء الله سنحتفل بعيد النيروز ب21 آذار اللي هو عيد الربيع، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وتنعادوا عليه بالصحة والسلامة. ودور الإقليم في الثورة السورية كان دور كبير جدا، سواء على مستوى دعم مطالب الشعب السوري واستضافة اللاجئين والوقوف إلى جانب الثورة سياسيا والعلاقات الوثيقة الموجودة بيننا وبينهم في شتى القطاعات. أختي، أنا لن أكون مثل البعض من يهاجم وسائل التواصل الاجتماعي، لأن وسائل التواصل الاجتماعي مهمة جدا، ويعني خلقت فضاء واسع نستطيع من خلاله مشاركة الآراء والفعاليات والنشاطات وتبادل وجهات النظر وتحقيق الاتصال بين الناس، ولكن ما في شيء دائما خير مطلق ولا شر مطلق، كمان لها آثار سلبية، منها نشر مثل هذه الشائعات ليس له أساس من الصحة. الصحيح هو ما يخرج منا، وما يخرج منا هو علاقة وثيقة عضوية مع شركائنا إخوتنا الأكراد اللي هم جزء من نسيج المجتمع السوري. عشنا مع بعض وناضلنا مع بعض وبذلنا الدماء مع بعض في هذه الثورة، فبالتالي نؤمن بحقوقهم كاملة بما فيها حقهم بتدريس اللغة. دكتور، ما هي ملفات التي ستناقشونها مع اقليمكم؟ والله ملفات كثيرة، يعني بدنا نناقش الوضع السياسي عموما، تطورات تحدي محاربة الإرهاب، الوضع الإنساني في سوريا، التحديات التي تواجهها المنطقة، وخاصة السلوك الإيراني بالنسبة لنا احنا في سوريا، وباعتقادي بالنسبة للجميع أصبح اليوم كمان على رأس الأولويات. وأهم من ذلك كله يعني المشكلة الموجودة في شمال شرق سوريا، حزب العمال الكردستاني وأثره على وحدة سوريا وسلامة الأراضي السورية، ومعاناة أهلنا في منطقة شمال شرق ودوره في تأخير الحل السياسي في سوريا. يضاف إلى ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة وما تحمله من يعني سياسات لهذه المنطقة عموما ولسوريا خصوصا. نحن نقف إلى جانب إخوتنا في المجلس الوطني الكردي اللي هم كما قلت جزء أصيل ومكون أساسي من مكونات الائتلاف في المطالب التي يطلبونها، واللي هي تمثل تقريبا مطالب عموم السوريين تجاه أي تنظيم نواجهه خارج عن الأجندة الوطنية السورية. إخواننا، اليوم يعني هذا التنظيم بارتباطاته مع حزب العمال الكردستاني، بوجود مقاتلين أجانب على الأرض، بالممارسات اللي مارسها ضد أهالي سوريا وخاصة يعني إخوتنا في المجلس الوطني الكردي، نحن اليوم نحمل معهم وعنهم كذلك مطالبهم. هاجموا المقرات وارتكبوا انتهاكات وتجاوزات. نحن نريد سوريا للسوريين، لا نريد لأحد غير سوري أن يتواجد بأجندته على الأراضي السورية. لذلك نحن والإخوة الأتراك حبايب، الإخوة الأكراد والأتراك حبايب وعلى قلب رجل واحد. الأجنبي ما بدنا إياه، يعني ما بدنا يدخل بيناتنا. ولذلك على الرغم من أنه هذا الحوار صار له سنة كما تفضلتي برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال هذه الأنظمة مصرة على مواقفها وتمنع الاستقرار والتنمية والحلول في المنطقة، لأنها متمسكة بمشروع غريب عن المشروع الوطني السوري الذي ثرنا من أجله ونتلاقى عليه جميعا. نريد دولة مدنية ديمقراطية تعددية يستطيع فيها كل إنسان أن يعبر عن وجهة نظره بحرية بدون تدخل أجهزة الجيش والأمن، يذهب إلى صندوق الاقتراع بحرية دون ضغط ودون إكراه ودون لا يقتل بسبب رأيه السياسي ولا يعتقل بسبب رأيه السياسي. دولة فيها مواطنة متساوية للجميع، دولة فيها دور للقانون وإنفاذ للقانون بعيد عن الأوامر والأحكام العرفية وقانون الطوارئ اللي حكمت هاي الأنظمة الدكتاتورية وأهلكت الشعوب فيه لعقود. هذه المناطق محررة، وأكذب عليك إذا قلت والله أن الأمور عال العال ونموذجية 100%. في عندنا بهاي المناطق المحررة تحديات. فمثلا بشكل تقريبي حتى لا تأخذوا علي الأرقام، بشكل تقريبي مساحتها تقريبا حوالي 16-17 ألف كيلومتر مربع، فيها حوالي 5 ملايين سوري من شتى مكونات الشعب السوري، وفيها خلايا نائمة لداعش وللقاعدة وللنظام وميليشيات إيران ولحزب العمال الكردستاني. وفيكم كمان تراقبوا أنه يعني مثل ما استشهدتي حضرتك قبل شيء أسبوعين فاق كل السوريين على 4-5 هجمات بوقت واحد في أماكن متعددة، في الباب، في عزاز، في عفرين، في كذا. فهاي المنطقة فيها مسؤوليات وفيها مؤسسات ناشئة تمثلها الحكومة السورية المؤقتة. وأنا أتحدث بكل صراحة، نحن والإخوة الأتراك شركاء في هذه المنطقة، شركاء في الحماية، حميناها من سقوط
هذه المنطقة والمدنيين الذين يعيشون فيها تحت سيطرة النظام، والناس سعيدة بهذا الخيار، وشركاء كذلك في تقديم الخدمات الأساسية والأمن والاستقرار والمي والكهرباء والشوارع والمشافي والمدارس وإلى آخره لهؤلاء السكان. ونحن امبارح احتفلنا بأنه صار لنا سنة على درع الربيع. درع الربيع هي عملية اشترك فيها الجيش الوطني مع القوات المسلحة التركية من أجل ماذا؟ من أجل منع النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية أن يتقدموا إلى هذه المنطقة. ومن يريد أن يعرف ما الذي يحدث إذا تقدم النظام إلى هذه المنطقة ليراجع سجله بالجرائم في حلب وحمص ودرعا ودمشق وريفها والرقة والحسكة ودير الزور وحمص وحماة وإدلب وحتى طرطوس والمحافظات التي تقع تحت سيطرة النظام. هل لا يوجد مشاكل في هذه المنطقة؟ في مشاكل. هاي المشاكل بحاجة إلى أنه نتعاون فيها على بناء المؤسسات. يأتي دعم دولي لمساعدة الحكومة السورية المؤقتة حتى تتمكن من أداء المهام المطلوبة فيها، وهذا يتم بالعمل المشترك. طيب، أنا مقابل ما يحدث من إشكالات تحدثت حضرتك عنها، أستطيع اليوم أن أقول ما هو عدد الحالات التي تم كشفها من قبل قوى الأمن الداخلي الموجودة في المنطقة ومنعت حدوث تفجيرات، وأعدادها بالمئات أختي، كل يوم في كشف للمئات. فينا الآن مثلا نراجع سجل المحكمة العسكرية، كم عدد الحالات التي تم إحالتها للمحكمة العسكرية بمن فيهم منسوبين بالجيش الوطني، يعني عملوا مشاكل عملوا كذا، وكم عدد الذين تم حكمهم. وأنا مستعد أن أشارك هذه المعلومات مع الجميع على فكرة. إنما في مهمة، في مسؤولية، في نقاط سلبية عم نحاول نشتغل على معالجتها، بدنا مساعدة الجميع ودعم المجتمع الدولي. وثقي تماما في عندنا لجنة تحدث عنها الأخ، لجنة تقصي الحقائق، وفي عندنا لجان أخرى لرد الحقوق وإلى آخره. نحن نعمل ليل نهار على ما يلي: 1، أن نوفر هذه الخدمات الأساسية. 2، والإخوة في المجلس الوطني الكردي يشهدون، أي حالة تتناهى إلى مسامعنا فورا أنه في قضية نحاول متابعتها بأقصى ما نستطيع، والحمد لله في أغلب الأحيان تحل. 3، أن نوفر البنية التحتية، وأن ندعو والآن أدعو جميع من هجر من هذه المناطق أن يعود إلى منطقة سكنه الأصلية. لكن لا نريد لداعش وجود في مناطقنا، ولا نريد للقاعدة وجود في مناطقنا، مش مناطقنا يعني بسوريا، بالعالم. هذا الإرهاب يجب أن يختفي عن وجه الأرض. ولا نريد حزب العمال الكردستاني بأن يتواجد على هذه الأرض ويبث الفوضى وعدم الاستقرار. لا ينبغي لنا أن نقبل فكرة أن هذا التنظيم يتحدث باسم الإخوة الكرد. الإخوة الكرد ليسوا بحاجة إلى واسطة حتى نتحدث بما بيننا. وأعتقد أن الإخوة الكرد فرزوا ممثلين لهم سواء من خلال المجلس الوطني الكردي أو حتى بقية الأحزاب أو الحراك المستقل الموجود على الأرض، خير من يعكس أصواتهم بعيدا عن التنظيمات الإرهابية. أنا أدعو الإخوة في المجلس الوطني الكردي والحمد داخل سوريا، ويتواجد داخل سوريا، ليس يزور، يتواجد داخل سوريا. وإن شاء الله بالاحتفالية بعد أيام قليلة ستشاهدون بأم أعينكم البدء ببناء مقر دائم للائتلاف. أحد المقرات، راح يكون في مقرات أخرى إن شاء الله على الأراضي السورية. وأدعو الإخوة في المجلس الوطني الكردي أن يكونوا معنا جنبا إلى جنب. وأحيي الأستاذ عبد الله كدو اللي رافقنا بأحد الجولات في المنطقة في عفرين وريفها وإلى آخره، وأن يكون لهم هناك مكاتب. شو بدك أحسن من هيك؟ طيب تأخرنا. بعد زيارتك لمدينة عفرين ازدادت انتهاكات أكثر. هلا من يقول علينا أن نسمع قوله، ولكن أنا سمعت كمان عكس ذلك، أنه الناس الحمد لله ومن نتواصل معهم أنه الأمور جيدة وتتحسن بكل الأحوال. من يتواصلون معك ويقولون أن الأمور سيئة، أنا أرجو من خلالك أن يتم التواصل ونعمل معا على معالجة المشاكل التي يعانون منها.